علاج الخوف من الناس انك تعرف انهم شويه تراب فوق تراب. حد يخاف من شويه تراب؟ التراب لما بيجي على ايدك بتعمل ايه كده بس خلاص. فالناس كلهم تعمل كده ما تلاقيهمش حاجه، تراب. فانت ازاي تخشى الناس وهم تراب لا يملكوا لانفسهم ضر ولا نفع؟ وبالتالي لما تركز معنى العقيده في قلبك، وان الله هو الفعال لما يريد، وان الناس دول اصلا فقراء الى الله وانت منهم، فبالتالي هخاف من مين؟ هخاف من فقير وعاجز؟ كل الناس فقراء وعاجزين وجهله ومضطرين، كل الناس. فهخاف من دول بقى مين؟ ده اللي عايزين حد يدعي لهم، حد يمد ايده يساعدهم، مش تخاف منهم. فانت تراب بتكلم تراب وماشي على تراب، وفي الاخر هتدفن في التراب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ترابا. والتراب ده يوطى بالاقدام اصلا. فما فيش داعي للتعالي بقى على حد، ولا تدي للناس فوق ايه حجمهم، لكن ترحمهم لانهم تراب مساكين معذورين مجبورين مقيدين بما قدر عليهم من اقدار، محبوسين في زنزانه اقدارهم، وبالتالي يعذروا مش يخاف منهم. تعذرهم، تعذر كل الناس بما فيهم انت نفسك معذور معاك، انما انت مش ريس عليهم تتحكم فيهم او يتحكموا فيك. لا، احنا كلنا ايه لآدم وآدم من تراب، كلنا اخوات.